شو. أهلا بيكم في لوك شو. مين هو حمو بيكا؟ خلال الأيام الماضية كان اسم حمو بيكا الأكثر انتشارا وتداولا، حتى من لم يسمع به أو لا يحب أغاني المهرجانات أصبح يعرفه. برامج تتحدث عنه، نقابة المهن الموسيقية تتدخل لوقف حفلاته، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يتحدث عن أنه لا يمكن لحمو بيكا أن يشارك في أي أعمال سينمائي. من هو حمو بيكا؟ وإليكم بعض التفاصيل عن حمو بيكا. اسمه محمد محمود واشتهر بحمو بيكا. يعيش في منطقة الدخيلة بالإسكندرية، ويؤكد أنه رغم شهرته لن يترك هذه المدينة أبداً. لا يجيد القراءة والكتابة، ويتم تنقيله وقت تسجيل الأغنيات. خرج من الصف الأول الابتدائي على إثر شجار وقع بينه وبين معلمته، إذ حكى بيكا أنه قام بعض يد معلمته فتم رفضه من المدرسة، ووقتها قرر أنه لن يكمل تعليمه. عمل في أكثر من مهنة، منها نجار ومبيض محارة وعامل سيراميك وجزار. قام بشراء توك توك وعمل عليه لأنه كان لا يحب العمل تحت إمارة أي شخص. لم يكن يهوى الغناء، لكن والده طلب منه أن يجرب مثل أصدقائه، ومنها بدأ مسيرته مع أغاني المهرجانات. في خلال فترة بسيطة حقق نجاحا كبيرا وتصدر ترند على محركات البحث، واستمر متصدرا لمحركات البحث لفترة طويلة جعلت اسمه الأكثر شهرة خلال الفترة الماضية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.